قصتنا النهاردة بتبدأ في مدينة لوس أنجلوس، وبنشوف في نص الليل عربية نقل ماشية على الطريق. العربية دي مش مجرد عربية عادية، دي العربية اللي بيتم فيها تحميل ملايين الدولارات عشان توصل للبنك. وجوه العربية دي في 2 حراس قاعدين قدام و2 كمان قاعدين ورا. وفجأة ومن غير أي مقدمات العربية دي بتقف قدام محل دونتس، وده لأن الحراس حسوا بالجوع، وعشان كده 2 من الحراس بينزلوا يدخلوا المحل يشتروا أكل. وفي الوقت ده ال2 التانيين بيفضلوا قاعدين جوه العربية يأمنوها ويحافظوا على سلامتها. وفجأة بتظهر في المكان عربية لونها اسود، وبينزل منها 4 أشخاص. ال4 مغطيين وشوشهم بماسك عشان ملامحهم ما تبانش. واول ما الحراس بيخرجوا بالاكل من المحل، الحرامية الملثمين بيثبتوهم ويرفعوا عليهم السلاح فورا. وفي اللحظة دي واحد من الحراس اللي قاعدين جوه العربية بيشوف اللي بيحصل، وبسرعة البرق بيبلغ الشرطة ويديهم خبر بكل اللي حاصل. وفي حرامي ملثم بيقرب من العربية وبيهدد الحارس اللي جوه وبيأمره انه ينزل منها. بس لما الحارس بيرفض ينزل، الحرامي بيعمل خرم في ازازة عربية وبيعدي حبل من الخرم ده وبيربطه في عربية تانية ويشد الازاز كله لبره لحد ما بيتخلع. الحارس بيحاول يهرب ويجري، بس الحرامي بيضربه بالنار وبيموت في مكانه. وصوت ضرب النار بيخلي الشرطة توصل للمكان بسرعة جدا، وبتبدأ بعدها معركة وتبادل اطلاق نار بين الحرامية وقوات الشرطة. وبعد فترة من الاشتباك، الحرامية بيقدروا يقضوا على كل العساكر وضباط الشرطة اللي موجودين. ومن طريقة ضربهم ومهاراتهم في السلاح بنبدأ نفهم ان دول مش حرامية عادية، دول في الاصل جنود سابقين في الجيش الامريكي. وفي الوقت ده زميلهم الخامس بيكلمهم في التليفون وبيقول لهم يهربوا بسرعة لان في قوات شرطة تانية جاية في الطريق. واول ما بيسمعوا الكلام ده بيسرقوا العربية ويهربوا فورا من المكان. بس قبل ما يمشوا بيزرعوا قنبلة وبيفجروها، وده عشان يمسحوا اي دليل او اي بصمة ممكن توصل الشرطة ليهم. وبعد وقت قصير بيوصلوا للمخبأ بتاعهم ويدخلوا يغيروا هدومهم. وساعتها قائد الفريق روي بيبقى غضبان جدا من الكل وشايط من كتر العصبية، وده لأن خطته كانت إنهم يسرقوا العربية بهدوء ومن غير ما يأذوا أي حد. لكن اللي حصل إنهم قتلوا ضباط شرطة، وده معناه إن الدنيا كلها هتتقلب عليهم. وهنا بنكتشف المفاجأة إن العربية اللي سرقوها كانت فاضية تماما وما فيهاش ولا مليم. والأغرب إن الحرامية كانوا عارفين المعلومة دي من الأول، لأن سرقة العربية دي كانت مجرد خطوة لعملية أكبر بكتير، عملية سرقة ضخمة جدا بيخططوا لها. واحد من الفريق اسمه توني بيكلم القائد روي وبيقترح عليه إنهم يبعتوا حد يراقب المكان اللي حصلت فيه السرقة ويعرفوا الشرطة بتفكر تعمل إيه. وبالفعل روي بيقتنع بكلامه وبيبعت واحد من رجالته اسمه باسكو عشان يراقب المكان. وروي بيكون مهتم جدا بكلام توني لأنه شخص ذكي جدا وعقله يوزن بلد، غير إنه سواق محترف ومفيش زيه في السواقة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف المحقق نيك، ضابط شرطة دبش شوية وشخصيته قوية جدا وما بيطيقش حرامية خالص، ولما بيمسك خيط ورا أي حرامي ما بيسيبوش غير لما يجيبه من قفاه. بعد كده بنشوفه داخل بيته من الشباك في نص الليل، وأول ما بيدخل بيروح على التلاجة ويطلع أكل ياكله. وفي الوقت ده مراته بتظهر وبنعرف إن علاقتهم ببعض مش كويسة وفي مشاكل بينهم. وفجأة نيك بيغلط غلطة كبيرة، بيبعت رسالة لواحدة بس بالغلط بيبعتها لمراته. ومراته لما بتشوف الرسالة بتتضايق جدا وبتاخد عيالها وتسيب البيت وتمشي. ونيك بيحاول يوقفها ويصالحها، لكن هي مش فارق معاها أي حاجة وبتمشي، وهو بيقعد على الكنبة وهو متضايق. وفي اللحظة دي بيجيله تليفون وبيعرف منه تفاصيل عملية السرقة اللي حصلت بالليل، وبيروح فورا لمكان الحادثة، المكان اللي الحرامية قتلوا فيه الضباط وسرقوا منه العربية. ونيك بيبدأ يفحص كل تفصيلة بدقة مرعبة وبيسأل العربية كان فيها ايه. الضابط بيرد عليه انها كانت فاضية تماما. وساعتها نيك بيستغرب وبيفكر ليه حد يخاطر بحياته ويقتل شرطة عشان عربية فاضية، لكن بخبرته بيبدأ يحس ان في مصيبة كبيرة جدا بتتحضر في السر. وبيسأل لو كانوا لقوا اي بصمات، فالضباط بيقولوا انهم كانوا محترفين جدا وفجروا المكان وما سابوش اي اثر. واول ما بيخرج من الاوضه بيشوف نيك وفريقه قاعدين وبيرقصوا مع بنات. توني بيشوف نيك وبيأمره يقعد على الكرسي ويبدا التحقيق معاه وبيسالها ايه هدفكم من السرقه وانت شغاله لحساب مين بالظبط. توني بيسمع الكلام ده وبيضحك بكل سخريه وبيقول لنيك انت اكيد خطفت الشخص الغلطان، انا مجرد راجل غلبان وشريف شغال في البار وماليش في الكلام ده خالص. ولما نيك بيسمع كده بيطلع له صوره بيظهر فيها توني وهو واقف مع راعي وبيساله بلهجه حاده كنت بتعمل ايه مع الشخص ده اللي في الصوره. توني اول ما بيشوف الصوره بيفهم انها مرات هتكشف. الشرطه عرفت الحقيقه بس توني برضه بيكابر وبيرفض انه يعترف وبيقول لهم ده مش انا، ده واحد تاني شبهي. وزميلنا نيك بيبص له تاني وبيقول له انت فاضل لك خطوه واحده على الموت ولسه بتكذب لغايه دلوقتي، قول لنا على الحقيقه احسن لك بدل ما تروح فيها. بس توني بيفضل مصمم على رايه وبيرفض يقول اي كلمه مفيده. وهنا نيك بيفقد اعصابه وبتسيطر عليه وبتغضب وبيطرد كل البنات اللي كانوا موجودين بره. ونيك بيقرب من توني وهو ماسكه من رقبته وبيهدده بلهجه مرعبه جدا وبيقول له انت لو فاكر اننا هنرميك في السجن تبقى غلطان، احنا هنفضل نعذب فيك لحد ما تنطق وتقول الحقيقه. وتوني في اللحظه دي بيفهم ان الناس دي مش هتحل عنه ابدا ولا
هيسيبوه يخرج من هنا الا وهو قايل كل اللي عنده. وعشان كده توني بيبدا يتكلم وبيحكي كل حاجه، وبيقول لنيك انه حقيقي ما يعرفش تفاصيل كتير عن الخطط الكبيره والكلام اللي قاله، انه حتى مش بيعرف يمسك مسدس ولا يضرب نار، وانه مجرد سواق معاهم في العمليات وبس. وبيحكي ان مهمته الوحيده انه يسوق العربيه وقت السرقه ويهرب بيهم اول ما يخلصوا. ونيك بيساله انت عرفت الناس دول منين وقابلتهم ازاي اول مره؟ فتوني بيرد عليه وبيحكي ان البار اللي هو شغال فيه كل الزباين عارفين انه سواق عفريت وشاطر جدا. وفي يوم من الايام واحد زميله اختبروا وشافوا سواقته بعينه، انبهر جدا بمهارته وقرر انه هيضمه للفريق فورا. وتوني بيكمل حكايته وبيقول ان اول عمليه عملها معاهم كانت سرقه بنك، وبعد ما خلصوا توني ياخد نصيبه من الفلوس. ومن وقتها والحال ماشي كده بالظبط، والنظام انه بيروح يسرق معاهم البنك وبياخد العموله بتاعته وبيمشي على طول. وتوني بياكد هناك انه ما يعرفش اي حاجه تانية، لانه بيفضل واقف بالعربيه بره البنك مستنياهم يخلصوا عشان يهرب بيهم. وهناك بيسالوا بحثه والعمليه الجايه هتكون فين وامتى بالظبط. وتوني بيحلف له ان حقيقي ما يعرفش اي حاجه، وده لانهم بيتعاملوا معاه وكانهم مجرد سواق ومش بيحكوا قدامه عن اي خطط. واللي بيحصل انهم بيبلغوه بمكان العمليه قبلها بيوم واحد بس، وبعد ما بيخلصوا بيدوا له فلوسه وبيقولوا له توكل على الله. ونيك بعد ما بيسمع كل الكلام ده بيبص لتوني وبيقول له خلاص انت دلوقتي تقدر تمشي، ولكن بشرط واحد، وهو ان توني من النهارده لازم يشتغل لحسابنا ويكون هو العين بتاعتنا جوه العصابه، وكل معلومه صغيره او كبيره يعرفها عن روي ورجالته لازم يبلغ بيها نيك فريقه فورا بدون اي تاخير. وعشان كده نيك بيقرر يسيبه يخرج وما يدخلش السجن مره ثانيه. وتوني بياخد بعضه وبيمشي من مكانه. والحقيقه ان نيك دلوقتي بقى معاه كل المعلومات والتفاصيل عن العصابه وعارفهم بالاسم واحد واحد. والمشكله الكبيره اللي بتقابلنا كان ان ما عندوش ولا دليل واحد مادي يقدر يقبض بيه عليهم دلوقتي. وعشان كده نيك وفريقه بيقرروا انهم يستنوا ويراقبوا بصبر لحد ما يخلصوا. وبعدها بنشوف روي وهو واخد فريقه في العربيه ورايحين قدام اكبر بنك في لوس انجلوس. وروي بياخد فريقه لمبنى قريب وبيشاور لهم على البنك وبيقول لهم ان ده اكبر بنك فيدرالي، وبيقول لهم ان البنك ده ما حدش عرف يسرقه قبل كده ولكنه ده بقى هدفنا الجاي. وبيأكد لهم ان البنك اتعمل عليه 57 محاوله سرقه وكلها فشلت والحراميه منه. وبيشرح لهم ان الامن هناك مرعب جدا لدرجه ان لو حد بص للبنك اكتر من دقيقتين الحراس بيقبضوا عليه. وروي بيقول لهم ان السرقه منه صعبه جدا ولكن مش مستحيل. وبعدها بيرجعوا للمقر بتاعهم وروي بيبدا يشرح لاصحابه الخطه بالتفصيل. بيقول لهم ان البنك ده بيدخلوا كل يوم كاش من 500 ل 700 مليون دولار، وبيعرفهم ان المشكله الكبيره ان كل ورقه دولار ليها سيريال نمبر متسجل على الكمبيوتر، ولو حد سرق الفلوس دي وصرفها في اي حته هيتمسك في دقيقتين بسبب السيريال نمبر. فاصحاب روي بيستغربوا وبيسالوه طب احنا نعرف نسرق الفلوس دي ازاي؟ وروي بيفهمهم ان البنوك التانيه بتبعت الفلوس القديمه والمتقطعه للبنك ده عشان تتفرم، والمكان في البنك ده بيفصل الفلوس القديمه وبيمسح السيريال نمبر بتاعها من الكمبيوتر للابد. والفلوس دي بتتحول لزباله وما بيبقاش ليها اي سجل رسمي ولا حد يقدر يتتبعها. وروي بيقول لهم انهم بيفرموا حوالي 30 مليون دولار يوميا، وهدفنا اننا نسرقهم قبل ما يتفرموا. الطريقه دي لو صرفوا الفلوس في اي مكان محدش هيعرف يوصل لهم، وده لان السيريال نمبر اتمسح خلاص. والفريق بيبدا يفكروا ويسالوه طب احنا هندخل جوه البنك ده ازاي اساسا؟ فروي بيقول لهم انهم هيستخدموا عربيه البنك اللي سرقوها ويلبسوا لبس الحراس ويدخلوا من الباب الوراني. وبيأكد لهم ان الامن ورا ضعيف والحراس بيبصوا على السواق والعربيه باسم شاكتو. وقبل ما يبداوا العمليه كان لازم يبعتوا حد جوه البنك يجص النبض ويعرف التفاصيل كلها. وتوني بيروح يشتغل ديليفري في مطعم قريب من البنك عشان يقدر يدخل جوه. واول ما الست تطلب اوردر لكلب من جوه البنك توني بياخد شنطتين بدل واحده وبيدخل بيهم وبيعدي من تفتيش الامن وبياخد كارت دخول مؤقت عشان يقدر يتحرك في اي وقت. بيسلم الاكل للموظفه جوه البنك بكل هدوء، وبعد ما بيخلص بيدخل الحمام وبيطلع الطرد التاني اللي كان مخبيه وبيحط الطرد ده فوق سقف الحمام المستعار عشان محدش يشوفه، وبيطلع بره. واول ما بيخرج رجاله نيك بيكونوا مراقبينه وشايفين كل خطوه بيعملها. ونيك لما بيعرف ان توني دخل البنك الفيدرالي بيقلق جدا ومش بيصدق. بيقول لرجالته انهم مستحيل يفكروا يسرقوا البنك ده لان الموضوع انتحار. بس في نفس الوقت ده نيك عارف ان ريو فريقهم مجانين وممكن يعملوا اي حاجه. وبالليل ريو فريقه قاعدين في مطعم بيتعشوا مع عائلتهم في امان الله، وفجاه نيك بيدخل المطعم وبيروح لترابيزتهم بكل برود ورزاله. وتوني اول ما بيشوف نيك بيتريق. رعب بيخاف ان سره هيتكشف قدام رايو. نيك بيروح لتاني وبيقول له قدام الكل انا عارفك، احنا اتقابلنا في الجيم قبل كده والخطه بتاعت نيك كانت اني يوقع الفريق في بعض ويخليهم يشكوا في تاني. وبعد العشاء راي بياخد تاني للمخوه وبيطمن غضبه وعايز يصفي حسابه. وراي بيرفع السلاح على توني وبيساله تعرف الظابط ده منين؟ هو انت بقيت جاسوس لحسابهم ولا ايه؟ وتوني بيبدا يحكي الحقيقه وبيقول لهم انهم قبضوا عليه وحاولوا يوقعوه في الكلام، وبيحلف لراي انه ما قالش اي حاجه عن الخطه واوهمهم بس انه مجرد سواق غلبان. وراي بيقرر يلعب لعبه اخطر وبيطلب من تاني يروح يبلغ ناكو بمعدل السرقه وبيقول له روح قول لهم اننا هنسرق يوم الجمعه الجايه، ان مفيش اي حاجه هتغير قرارنا. وتوني بيتصدم وبيقول لراي ان ده غباء وانهم كده هيتمسكوا 100%. البنك اللي هيتسرق هو بنك بيكو ريفيرا. ونيكي بيفرح جدا بالمعلومه دي وهو مش فاهم ان روي هو اللي مرتب لكل ده وهو اللي خلى حبيبته تبلغني كيبس البنك ده بالذات. وروي بيظهر فجاه في المكان وبيقابلني وجها لوجه. الاتنين بيبصوا لبعض بتحدي وكل واحد بيمشي في طريقه وكأن مفيش اي حاجه حصلت.
بعد كده بيجي يوم التنفيذ والتوتر بيكون في اعلى درجاته عند الكل، لانهم عارفين ان النهارده يوم مصيري وفريق روي بيقتحموا بنك بيكو ريفيرا وبيدخلوا بكل قوتهم، وفي ثواني بيسيطروا على المكان وبياخدوا الرهاين كلهم. وروي بيمسك مدير البنك وبيجبره يتصل بالشرطه وبيمليه شروطهم، وهي طياره هليكوبتر وفلوس، وان مفيش اي عسكري يظهر بره، وبيهدد انه لو الطلبات ما اتنفذتش هيبدا يقتل الرهاين واحد ورا التاني. الوقت اللي نيكي ورجالتهم محاصرين المكان من بره، وبتحصل مشاده بين نيكي والشرطه المحليه اللي وصلت فجاه، والضابط اللي بيكون مسيطر بالكامل على خطوط تليفونات البنك الفيدرالي ومراقب كل اللي بيدور هناك. بعد كده بيمد اشاره لروي ورجالته في بنك بيكو ريفيرا ان الوقت خلاص جه، وان الشاحنه اللي بتنقل الفلوس للفيدراليه هتتحرك. وبالفعل العصابه بتسحب المدير للخزنه وبيجبروه انه يفتحها، وبياخدوا كل الكاش اللي فيها وبيحملوه في الشاحنه بتاعتهم. وبعد ما بيخلصوا تحميل بيفجروا قنبله ضخمه جوه المكان، والشرطه بره بتسمع الانفجار وبيفتكروا انهم بيفجروا الخزنه عشان يخلصوا. ولكن الضابط نيك بيحس ان في حاجه غلط، وعينه بتيجي على فتحه الصرف الصحي، وبيفهم ان الانفجار ده كان عشان يفتحوا طريق هروب تحت الارض هناك. بيقرر يقتحم البنك فورا، وهناك بيتصدم لما بيلاقي الرهاين كلهم سلام ومفيش بنات اتقتلت ولا حاجه، وان ضرب النار ده مجرد تمثيليه. بيدخل اوضه الخزنه وبيلاقوا حفره كبيره في الارض بتوصل لمواسير الصرف الصحي، وبيعرفوا ان العصابه هربت من تحت الارض. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف راي وواحد من رجالته لابسين لبس حراس امن وراكبين شاحنه البنك، ودي نفس الشاحنه اللي سرقوها في اول القصه. وراي وفريقه غيروا لون وتصميم الشاحنه بالكامل عشان تبان وكانها عربيه رسميه وتابعه للبنك ومحدش يشك فيهم. والشاحنه دي دلوقتي محمله بكل الفلوس اللي سرقوها من بنك بيكو ريفيرا وماشيين بيها في طريقهم لاكبر بنك فيدرالي في لوس انجلوس. الهاكر ماك بيكمل لعبته وبيرفع السماعه وبيكلمهم من البنك الفيدرالي وبينتحل شخصيه رسميه وبيقول لهم ان في شاحنه فلوس هتوصل عندهم خلال دقائق. وهنا بنعرف الحقيقه الكامله واللعبه الذكيه اللي روي مخطط لها من البدايه. الفلوس اللي سرقوها من بنك بيكو ريفيرا وحملوها في الشاحنه مش هي اصلا الفلوس اللي عايزين يهربوا بيها. روي عارف ان الفلوس دي جديده وليها سيريال نمبر متسجل، ولو صرفوها هيتمسكوا فورا. والخطه انهم يدخلوا الفلوس الجديده دي جوه البنك الفيدرالي ويبدلوها بالفلوس القديمه والمقطوعه اللي خلاص السيريال نمبر بتاعها اتمسح من الكمبيوتر. وبالفعل الشاحنه وصلت للباب الخلفي للبنك الفيدرالي، والحارس بيوقفهم عشان يتاكد من هويتهم. روي وفريقه بيطلعوا كارنيهات مضروبه ولكنها احترافيه جدا، والحارس ما بيشكش فيهم للحظه وبيفتح البوابات وبيدخلهم، خصوصا ان جالهم مكالمه قبلها من ماك الهاكر بتاكد وصول الشاحنه في الميعاد. واول ما بيدخلوا بيطلعوا صندوقين كبار مليانين فلوس بيكو ريفيرا وبينقلوها لمكان العد والفرز. والمفاجاه ان انتوني كان مستخبي جوه واحد من الصناديق دي عشان يدخل قلب البنك من غير ما اي حد يحس. واحد من حراس الفيدرالي بيقول لهم ان العد هياخد وقت وبيطلب منهم يستنوا بره القسم لحد ما يخلصوا، والحارس بياخد الصناديق وبيدخلها اوضه العد. توني جوه الصندوق مستني ساعه الصفر. روي بيكلم زميله باسكوال اللي كان مستخبي في الادوار اللي تحت وبيديله امر بقطع الكهرباء عن البنك كله. وبالفعل بوسكو بيفصل الكهرباء وكل الموظفين اللي شغال في العد بيضطروا يسيبوا الاوضه ويطلعوا ويستنوا النور يرجع. توني دلوقتي بقى لوحده تماما جوه الاوضه، فبيشغل جهاز بيطلع نبضات ضوئيه بتخلي الكاميرات تزغلل وما تبينش ملامحه، وبيخرج من الصندوق بسرعه وبيبدا يلم الفلوس القديمه اللي اتعدت جاهزه للفرم في شنط كبيره. والفلوس دي هيبقى الكنز الحقيقي لانها خلاص ممسوحه من السجلات ومحدش يقدر يتتبعها في اي مكان في العالم. وتوني بيتحرك بسرعه البرق جوه اوضه العد وبيبدا يعبي شنط كتير بالفلوس اللي السيريال نمبر بتاعها اتمسح وكانت خلاص هتتفرم، وبيرمي الشنط دي في صناديق الزباله اللي جوه الاوضه عشان عارف ان عربيه الزباله هتيجي تاخد الصناديق دي وترميها بره البنك، وهناك الفريق هيستلمها. وفي اوضه المراقبه الحراس بيبداوا يشكوا ان في حاجه غلط، وده لان كل الكاميرات عطلانه، فبيقرروا يروحوا صاله العد عشان يتاكدوا بنفسهم. راين بيبلغ تاني فورا عن طريق المايك اللاسلكي وبيقول له يرمي كل الشنط في صناديق الزباله حالا لان الحراس جايين عليه. وتوني بيتوتر جدا وبيسرع ايديه اكتر، وبعد ما بيخلص رمي الفلوس بيفتح فتحه التهويه وبيدخل يستخبى فيها قبل ما الحراس يفتحوا الباب بلحظات. والحراس بيدخلوا وبيعدوا الفلوس اللي جت من بنك بيكو ريفيرا وبيلاقوها كامله ومظبوطه، فمش بيشكوا ان في اي حاجه اتسرقت. والخطه نجحت لان توني سرق الفلوس اللي اتعدت فعلا وجاهزه للفرد، فمحدش بيلاحظ اي عجز في العقد. والحراس بيقولوا لراين كل شيء تمام وممكن يمشوا. وبالفعل راين وصاحبه بيخرجوا، وفي نفس الوقت عامل النظافه بياخد صناديق الزباله اللي فيها الفلوس وبيحملها في عربيه الزباله. والبنك الموظفه اللي طلبت اكل قبل كده بتطلب تاني ولكن المره دي مع اكلها، واللي بيرد عليها بعد ما هكر خطوط المطعم وماك بيقول لها بكل برود ان الاكل هيوصلها خلال 5 دقائق. وتوني بيمشي جوه في الحاله التهويه لحد ما بيوصل للحمام وبينزل ياخد الطرد اللي خباه في السقف قبل كام يوم. وتوني بيروح للموظفه وبيسلمها الاكل وبيخرج من البنك. بنكب بهدوء بكارنيه دليفري من غير ما اي حد يوقفه، وبعد ما بيمشي الموظفه بتكلم الامن وبتقول لهم انا الاكل ده قديم وبايظ ويا ريت يقبضوا على بتاع الدليفري. ولكن توني كان خلاص فص ملح وداب،
وعربية الزبالة بتفرغ الصناديق اللي فيها الفلوس، وراي وصاحبه ماشيين وراها بالشحنة عشان يستلموا الكنز، وبتحصل لخبطة لما بتظهر عربية زبالة تانية شبهها بالظبط عند الإشارة، وسواقين العربيتين بيدوا إشارات لبعض وبيمشوا في طرق مختلفة، وراي ما بيقدرش يلقط رقم اللوحة وبيمشي ورا عربية منهم وهو وحظه. وفي الوقت ده يا رجالة ناك بيلمحوا توني في الشارع وبيقبضوا عليه، وناك بيبدأ بيضربه بغل لأنه عارف إن توني بيشتغل، وتوني بينهار وبيقول لناك الحقيقة كلها وبيديلهم مكان راي اللي رايح يستلم فيه الفلوس. راي بيوصل لمكان الزبالة وبيلاقي الشنط وبيحملها في شنطة العربية بسرعة من غير ما يفتحها يتأكد مين اللي جواها، وماك بيكلم راي وبيصرخ فيه إن توني اتمسك وبلغ عن مكانه ولازم يهرب حالا لأن البوليس جاي عليه. وراي بياخد رجالته وبيهرب بالعربية ولكنه بيتحشر في زحمة المرور، وناك بيوصل وراه وبيحصل، وناك بيحط توني كلبشات في العربية وبتبدأ معركة ضرب نار عنيفة جدا بين راي والشرطة في وسط الزحمة. وبوسكو زميل راي بياخد طلقة في رقبته وبيموت، وراي بيتحول لوحش وبيقتل العسكري اللي ضرب بوسكو، والشرطة بتصفي باقي رجالة راي وهو بيضطر يهرب على رجله وسط الحاويات، ولكن ناك بيضرب عليه نار وبيصيبه. راي بيستخبى ورا عربية وهو بينزف، وناك بيطلب منه يسلم نفسه ولكن راي بيرفض وبيرفع سلاحه، فناك بيخلصوا الطلقات في صدره وبيموت، وناك بيغامض بعيد. بيرجع لعربيته وبيلاقي تاني فك الكلبشات وهرب، ولما بيفتح شنطة عربية راي بيتصدم لأن الشنطة مليانة زبالة، ورق مش فلوس. نيك بيستغرب جدا وبيقول لنفسه ازاي المجانين دول ضحوا بحياتهم عشان شوية زبالة، ورجالة البنك بيأكدوا ان مفيش ولا دولار ناقص وان العصابة سرقت زبالة فعلا، وعشان كده بيقرروا يقفلوا القضية. بس نيك بيفضل يفكر في الموضوع ده، وفي لحظة تركيز وهو بيبص في ورق القضية عينه بتيجي على صورة توني، فيقوم فورا ويروح البار اللي توني كان شغال فيه، وهناك صاحب المكان يقول له ان توني ساب الشغل من يومين واختفى. ونيك وهو خارج يلمح صورة قديمة لتوني مع فريق كورة، يركز فيها اكتر ويكتشف حاجة غريبة، ان في الصورة واقف وراهم عربية زبالة، نفس العربية اللي كانت بتتهرب فيها الفلوس. وهنا الصورة بتكمل في دماغه ويكتشف ان البار اللي توني كان شغال فيه فاتح ظهره على البنك الفيدرالي بالظبط. وهنا نيك بيفهم اللعبة الكبيرة، توني هو العقل المدبر الحقيقي لكل ده، وهو اللي سحب كل معلومات البنك من الموظفين وهم سكرانين في البار، وهو كمان اللي اتفق مع سواق عربية الزبالة. وتوني ضحك على الكل حتى على راي وفريقه وسرق فلوس ملهاش اي سجلات ومحدش يقدر يثبت انها اتسرقت اصلا. نيك يضحك بمرار لانه عارف الحقيقة بس معهوش ولا دليل واحد. وفي المشهد الاخير بنشوف توني في لندن شغال بارتندر في بار جديد،